تبقى حاطط الفشل قبل ان انت هتنجح، لازم تبقى حاطط الخسارة قبل ان انت هتنجح. روشتة النجاح اي حد حابب ان هو يبدأ مشروع. طبعا اي حد حابب يبدأ مشروع انت لازم تحط قدامك 3 حاجات: التخطيط، الانضباط، الاستمرارية. التخطيط ده بمعنى ان انت تعمل دراسة جدوى، ان انت تبدأ تعرف في المجال اللي انت داخله دوت هتتعامل مع مين، التجار اللي انت هتبدأ تتعامل معاهم، هتبدأ ازاي معاملة التوظيف عامة، انت بتبقى مسؤول عن موظفين، تحط بلان تمشي عليها. الانضباط، انت بتنزل تشتغل، انت بتشتغل عند نفسك قبل ما بتشتغل عند العميل، فتبدأ ان انت تبقى منضبط في وقتك، تدي شغلك حقه. والاستمرارية انك تستمر على ده، ان انت مش معنى ان انا بنيت حاجة او عملتها او اسستها وبقالها سنة ان انا ابدأ خلاص بقى الموظفين هيشيلوا الدنيا، لا، انت تفضل مستمر في ده عشان توصل لأعلى نجاح. احنا كل ما بنوصل لحاجة انت بتبقى عايز اللي بعده. فطبعا لو هم كملوا على ال3 حاجات دول وحطوهم بلان قدامهم ان شاء الله كل مشروع يتوفقوا فيه. الاستمرارية طبعا من الحاجات المهمة يعني. طبعا ما نقولش مثلا في يوم وليلة ولا حاجة، يعني ايه، مفيش في حاجة خطوة بتيجي اتظبطت في او يوم التانية. وليلة. انت بتبقى حاطط الفشل قبل ان انت هتنجح، لازم تبقى حاطط الخسارة قبل ان انت هتنجح. مفيش حاجة بتيجي في يوم وليلة. الاستمرار، الوقت، ادي الحاجة حقها عشان انت تقدر تاخد منها.